أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من صالون الأستاذ محمد المصري ومؤسسة العلامة والفنان الرائع الأستاذ عبد القادر الحسيني. يعني ما شاء الله النهارده شايف حضرتك مبسوط من بداية الصالون كده، مبسوط قوي النهارده بالأستاذ محمد المصري. أنا طبيعي الأستاذ محمد المصري أنا قلت إنه له بصمة على الثقافة، وأنا متابعه مش من النهارده، من أكثر من 10 سنين، وله دور كبير جدا ما شاء الله، وبنحب له كتير. والفكرة بتاع المؤسسة النهارده أنا بحارب الإرهاب، بحارب الفكر المتطرف، بحارب المخدرات، بحارب إيه؟ بحارب الثقافة. تمام. أنا كمثقف لا أملك إلا قلمي وفكري. تمام. إن ما جبتش الإرهابي ده ولا الفكر الضال ده وربطت مشاعره سواء بالغناء بالفن ان انا اغير افكاره، هيجي تاني يوم يموتني. على الفنانين ان هم ياخدوا الشعب، يرتقوا بالشعب، يرتقوا بالذوق العام الى الذوق الراقي. النهارده احنا بنقول ايه؟ بفن الهابط. بالظبط. طب الفن الهابط ايه؟ في القانون الاقتصادي العمله الجيده بتضرب جميل. انا النهارده عندي مكان، عندي 6 قواعد، عندي مقر في الموطن، بعمل مقر في بدر دلوقتي، كلها واقفه لخدمه الحركه الثقافيه. يبقى المقرات دي معموله ليه؟ معموله للثقافه يعني هي معموله اساسا لمحاربه الفكر الضال. تمام. للتوعيه، يعني لمقاومه الفكر المضطرب، الفكر او الجهل كده. المنطقه اللي انت عارفها حميد زيتون والمطار والكلام ده كان معقل للافكار الضاله. تمام. لحد 2010 2011. النهارده يوم 11/11 اللي كان بيدعو للتظاهر والكلام ده. انا كنت عامل مظاهره منافسه تاني هنا، كان عندي اكثر من 150 اديب وفنان، كنا عاملين مظاهره مع الدوله. وفي تحدي في تحدي يعني في تجمع. مفيش واحد جرب انه يطلع في الشارع يقول اي كلمه كده ولا كده من الشارع، لان لقوا ان التجمع تجمع جميل جدا. يعني 11/11 اللي هم 4 وحاجه. فخليهم بقى 13 زي ما يحلموا. يعني انا دايما بقول مصر عمر ما هتنهزم ابدا. اكيد. مصر ولدت قبل التاريخ وستظل بعد التاريخ. استاذ عبد القادر الحسيني، الشخصيه الرائعه والفنان الراقي، النهارده حلمك ايه مصر؟ حلم مصر ان طبيعي احنا ظروف ان كل واحد من المثقفين يحط مصر في قلبه. تمام. لو كل واحد في موقعه، المدرس، المثقف، الفنان، عامل النظافه، حط مصر في قلبه، هننتقل لمرحله